صباح الخير يا عادل. صباح الخير يا شيرين. صح النوم، دي رابع مرة المنبه يرن. هي الساعة كام دلوقتي؟ لسه بدري يا اخويا، تعال اشرب الشاي معايا وكل لقمة قبل ما تنزل الشغل. لا انا اتأخرت. افطر انت، انا يا دوب انزل. سلام. هو ماله النهاردة مش على بعضه كده ليه؟ يكونش اللي في بالي؟ صباح الفل يا عم سباع. نهارك ابيض يا استاذ عادل، خير ان شاء الله. مزوغ من الشغل النهارده ولا ايه؟ لا يعني مش بالظبط، عندي مصلحة كده في السريع، ادعي لي ربنا يوفقني فيها. طب يا ابني على بركة الله، ربنا يعمل لك الصالح. هذا عربي، نزل الشاي بتاع الاستاذ عادل اوامر. يا صباح القشطة عليكي، لقيتك اونلاين ما صدقتش، قلت محروق الشغل على اي حاجة في الدنيا غيرك يا قمر. مش عارفة ايه اللي مصحيني بدري كده. ده من بختي والله، عشان اعرف اكلمك ونتفق. نتفق على ايه؟ الصراحة من وقت ما شفت صورتك على الفيس وانا حبيتك ولازم اشوفك. بس انت ما تعرفش عني اي حاجة خالص. هو ده المطلوب، نتعرف. بقى كده ماشي يا نحنوح، ده انت نهارك مش هيعدي معايا على خير. ماشي يا عادل، انا هوريك بس لما ترجعلي. وبعدين معاك بقى يا عادل، انا لسه معرفكش كويس، ازاي عايزني وافق اقابلك ونخرج سوا؟ مش بالسرعة دي، اخد وقتي ونتعرف اكتر من كده. يا ناري منك، يا خاين يا دون، ما تمرش فيك حاجة، ده احنا حتى ما كملناش 5 سنين متجوزين. الله عليك يا ست إليسا، علي شوية يا عربي خلينا نسمع وننبسط. ده انت باين عليك مزاجك رايق قوي النهارده، لعله خير. دعواتك يا معلم، ربنا يكملها على خير ان شاء الله. ربنا يسعدك يا ابني. الو، ازيك يا ماما؟ ازيك انتي؟ مال صوتك يا بنتي؟ اوعي يكون حد من العيال عيان ولا حاجه. لا يا امي، العيال كويسين، انا بس اللي مش كويسه. كفالله الشر، مالك يا حبيبتي؟ سلامتك، فيكي ايه؟ قوليلي. عادل طلع بيخوني. يا نهار ابوه مش فايت؟ متاكده من الكلام ده يا بت؟ شفتيه بعينك يعني؟ متاكده طبعا، ما هو اصل انا اللي عامله له الكمين ده. يعني شكتي فيه فعملتي له كمين ولا ايه؟ فهميني. مش بالظبط يعني، هو كان بيسهر على القهوه بقاله كام يوم، وخفت يتعرف على واحده، قلت انا اشتغل على النت من اكونت فيك، هو بقى ما صدق. يعني ايه؟ جوزك بيخونك مع واحده على النت؟ ايوه يا ماما. بيخونك مع مين؟ معاكي مش كده؟ ايوه معايا. قالوا لي عليكي هتطلعي هبله يوم ما وقعتي من البلكونه على دماغك، لكن اقول ايه؟ حكمتك يا رب، ما هو كان ماشي في حاله، انتي اللي فتحتي عينه. لا معلش، ما هو لو كان محترم ما كانش كلم واحده تانية غير مراته. صحيح، معاكي حق يا بنتي يا شيرين، اتفوق عليه راجل واطي بقى كده يا عادل، تبهدل بنتي وما تصونش الامانه اللي اديناها لك. عيني عليك يا بنتي، كان مستخبيلك فين ده كله؟ بس ماشي، انا هفرج عليه العماره لما يرجع. لا يا هبله، خليكي واعيه كده وخدي منه اللي انتي عاوزاه من زمان، وهو مطنشك ومطلع عينك. تقصدي ايه يعني؟ يقطع الحب وسنينه، ما انا ياما قلتلك يا بنتي خليه يجيبلك حاجه ايجار جديد، وانتي اللي رضيتي تتجوزيه في بيت جده. قال على رأي المثل، رضينا بالهم والهم مرضيش بينا. البيت القديم اللي بقاله 100 سنة ده وعفشه المخلع ده حتى ما هنش عليه غيرلك العفش. تصدق انا هعمل كده فعلا، وانا كفاية عليا استحملت كتير، من هنا ورايح مش هتنازل تاني، ولما يرجع همسك لساني وهكلمه بالعقل، بس هشهدك انتي ومامته وهشهد الجيران علشان ما يكونيش بالكلام. ليه بس كده يا نانا؟ مش كنا اتقابلنا احسن بدل الكلام في التليفون كده؟ اهو اليوم راح من غير ما اشوفك، بس انا حاسس اني اعرفك من زمان، انت اللي كنت بدور عليها. ده انت باين عليك خطير، معقول تحبني وتتعلق بيا من مكالمة تليفون؟ مش بالسرعة دي. طب تصدقي يا نانا، انا رحت من الشغل في الهرم للبيت في وسط البلد ماشي على رجلي، ما حسيتش بالمشوار خالص، كل ده بس عشان بكلمك وسامع صوتك الحلو ده.
انت سحرتيني ولا ايه؟ مش بقولك انك خطير؟ بقالنا كتير بنتكلم وكمان موبايلي قرب يفصل، سيبني بقى اشوف اللي ورايا. سلام يا عادل. استني طيب، اكلمك تاني امتى؟ كلمني لما تلاقيني اونلاين. باي.